اسمع كده الام المحترمه بتقول لبنتها ايه. عم احمد، عم احمد يا بنتي مش عم احمد، قصدي مش عم ولا خال، هو غريب بس راجل في زمن قل فيه الرجال، ساعات بنميل عليه ساعات بنقصده في وقت الشدة والحاجة، جدع بيحب يخدم عادي ما فيهاش حاجة، بس من بعيد لبعيد من على الباب وممنوع الدخول، احنا يا بنتي ناس من الاشراف ونفهم في الاصول، محدش ينفع يدخل بيتنا غير المحارم، والغريب غريب لو كان نبي معدول. عم احمد يا بنتي اخره يوديك الحديقة والمتحف والاهرام، لكن لما تكبري وتبقي عروسة هيبقى غريب والقرب منه حرام، بكرة يجيلك نصيبك ويسأل كمان ويرن، يلعب معاكي ويستحمل مودك والهزار والزن، لان انبساطك ساعتها واجب عليه مش زي غيره من. فعم احمد يا بنتي مش عم احمد، ده راجل بيحن. عم احمد راجل في كل بيت مفهوش راجل، جدع في كل بيت مفهوش جدع، لكن لو حد شافه معاكي هيبقى عيب وخبر عاجل، والناس تقول يا دي البدع. انا من خوفي عليكي بوعيكي، انا عارف انك طاهرة ونضيفة، توبك ابيض يتعمل لك مقام يا شريفة، والشريفة مش بس بتشرف نفسها، دي بتشرف اهلها وناسها، العالي والوضيع بيوطوا يبوسوا مداسها، اما قليلة الحياة المتاحة للجميع بتتضرب بالنعال، وديكي شايفة البيوت والحال، النقاش بيدخل وكأنه صاحب البيت، والسباك بيضحكوله ويحكوله اسرارهم، دي ناس لا شريف يدخل لهم بيت ولا عفيف يحب يبقى جارهم. عم احمد كبير في اي حي ملوش كبير، وفي زيه ياما كتير الناس ترجع له وتقدره وتخليه امير، فتلاقيه خال لكل اللي ملوش خال، وتلاقيه عم لكل اللي ملوش عم، عوض للي اتحرم من اب، عوض للي اتحرم من ام، الناس في الفرح تدعيه يستقبل المعزيم، وفي الحزن تشكيله الهم، لكنه مش من دمنا ولا يحق له اللي يحق للي من دمنا، حتى لو كان اللي من دمنا ما عندهمش دم. خلاصة الكلام يا بنتي، اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، واللي ملوش ظهر بيشتري له ظهر، وعم احمد رغم انه مش عم احمد وراجل عجوز وكبير لكنه جدع وشهم وظهر. خلاصة الكلام يا بنتي، العفيفة بنت الشرف والطهر في عز الليل بتبقى زي شمس الظهر، خطابها من الاشراف كتير بالالاف، من وسط الجميع تتشاف. الشرف يا بنتي مش بس بيعلي المقام، ده بيعلي المقام والمهر، واسألي يا عم احمد.